اشنو وجدتوا لهذا الويكاند؟ انا صراحه والله ما كرهتكم دوزوا معايا وسط واحد المنتجع سياحي غزال ديال العائلات اللي كيعجبها تخرج للنزاهه. ايوا مرحبا بكم في عيون ام الربيع. باش توصلوا لعيون ام الربيع عندكم واحد 45 كيلومتر تقريبا من مدينه خنيفره و30 كيلومتر من مريرت. وفي مريرت غتلقاو المركوب سواء في 207 ولا في الطاكسيات كبار ابتداء من 10 دراهم من البلاصه. واحد انتعاش كيتسناكم هنا. منين توصلوا غتلقاو دريجات عندكم واحد 5 دقائق باش تطلعوا باش تخرجوا في المنابع ديال ام الربيع. وهنا كيف كتشوفوا عندكم جليسات عائليه مبرعه بجنب الواد، كتجلسوا نتوما كتغرباو وكتمتعوا عويناتكم مع احبابكم. باش دوزوا وقيته زوينه في عيون ام الربيع، من الانشطه اللي تقدروا ديروا فيها تقدروا تعوموا وتبردوا في الضيات المالحه. كيف ما يمكن لكم ديروا لا روندوني ما بين الجبال اللي دايرين بالعيون. اولا يمكن لكم تجربوا الصيد بلا موش حيت البحيره غنيه بالحوت خصوصا بلا تخيط. فوقيت الغداء عندكم ريستورات شعبيه في جنب الواد كيقدوا لكم طويجنات، كيقدوا لكم جليسات عائليه مبرعه داخل فيها الغداء داخل فيها اتاي وابتداء من 120 درهم للعائله كلها. كاين شي حاجه احسن من هذه؟ بالنسبه للمباته عندكم الاختيار ما بين 3 ديال المآوي السياحيه للاثمنه فيهم كتبدا من 100 درهم لواحد بالفطور. تويجين معتبر. ايوا كيف جاوكم عيون ام الربيع؟ امتى غادي تجيو بعدا تزوروا المنطقه؟ المهم وقت ما كتب لكم غادي تحسوا بواحد الانتعاش وغادي ترتاحوا من داك الشرفيع. وشي اكتشاف بحال هذا استناوني غدا. المهم حاولوا تستغلوا الويكاند ديالكم. بقاو على خير. سلامه.